ليه سيكو أكتر براند مظلوم في عالم الساعات؟ لو رولكس هو التوب وأوميجا هو المنافس وريتشارد ميل هو الحلم، فما بالك سيكو يكون ايه وسط الوحوش دول كلهم؟ سيكو هو العبقري اللي الكل بيتجاهله، بس الغريبة انه ممكن يكون هو اذكى اختيار فيهم كلهم. اهلا بيك، انا معتز وبحب الساعات، والنهارده هكلمك عن براند سيكو. عمرك سألت نفسك سؤال ليه اكبر الكوليكتورز اللي معاهم الاي بي والريتشارد ميل والباتيك فيليب ورولكس عندهم قطعة او قطعتين من ساعات السيكو؟ Grand Seiko team. Now this watch تعال اقول لك على القصة كلها. البطل المجهول اللي وراه تاريخ. سيكو بدأت سنة 1881 قبل اساسا ما رولكس تتأسس ولا حتى اوميجا تعمل لها اسم في السوق. ومن اول يوم سيكو هم مركزين على حاجتين: الدقة والابتكار. وخليني اقول لك ان براند سيكو بيعملوا كل حاجة all in house، يعني كل حاجة في المكان بتاعهم. وطبعا دي حاجة نادرة، يعني حرفيا بيعملوا الحركة، المينا، العقارب، الكيس في مكان واحد. ودي حاجة شبه ما بقتش موجودة دلوقتي، انك تلاقي براند بيعمل حاجته كلها في مكان واحد. وعندنا براند جراند سيكو، وده الوحش بتاع سيكو. زي مثلا ما نقول رولكس عندها جي ام تي ماستر 2. وخليني اقول لك شويه مميزات عن براند سيكو، يعني مثلا زي السبرينج درايف دي موفمنت تبع شركه سيكو، وعندهم التلميع اللي هو الزراتسو في حته تانية خالص. وطبعا المميزات دي بتنافس مع ساعات سويسريه بتكون سعرها 8 اضعاف ساعات السيكو. نيجي بقى للسؤال المهم: هل فعلا سيكو براند فاخر؟ او نقدر نقول على ساعة السيكو هي لاتشري؟ الجواب ببساطة على حسب انت بتتكلم على انهي فئة في براند سيكو. يعني هتلاقي عندك ساعات كوارتز بتبدأ من $150 لساعات بتوصل سعرها ل $6000 و $7000 زي الجراند سيكو. يعني لو طلعنا فوق شوية ودخلنا على حاجة مثلا زي الجراند سيكو او البريساج، هتكتشف الحرفية الجامدة في الساعة، وكمان هتشوف المينا اللي بتتعمل بالتكنيك الياباني التقليدي. وطبعا مش هنتكلم على الحركات الميكانيكيه في ساعات السيكو. يعني نقدر نقول ان براند سيكو بيرضي جميع الاطراف. تقدر تاخد ساعه لاي مبتدئ، وتقدر تاخد ساعه لاي كوليكتور محترف للساعات. ده يخلينا نعرف حاجة مهمة جدا، ان الفخامة مش دايما موجودة في السعر، الفخامة موجودة في الروح وفي القصة، وبراند سيكو جمع ما بين الاتنين دول. وهنا نيجي لسؤال مهم جدا: هل ممكن براند سيكو ينافس رولكس او اوميجا؟ هنا الموضوع هياخدنا لليفل مقارنة عالي حبتين، فتعال نفصل لك الموضوع ونعرف هل سيكو هينفع يتحط في المنافسة الشرسة دي ولا لا. سيكو عندها نفس الهيبة او الهايب بتاعت رولكس؟ للأسف لا، لأن براند رولكس أو اسم رولكس ربط نفسه بحاجة مهمة وهو النجاح. في الحالة دي أنت لو شفت شخص وشفته لابس في إيده ساعة رولكس هتقول الشخص ده ناجح على طول، ولكن لو شفت شخص لابس في إيده ساعة برضه محترمة من براند سيكو فهي حلوة، بس هل هتقول الشخص ده ناجح ولا لا؟ ممكن تقول عليها في حالة إن أنت عارف الساعة، ولكن لو مش عارفها مش هتقول. بس في حالة الرولكس كله عارف الرولكس فهيقول على الشخص ده شخص ناجح. عشان كده ممكن سيكو في المنافسة دي تقع من رولكس. وفي الحالة دي احنا ممكن نقدر نقول على براند سيكو هو مش براند شو اوف، او مش براند عايز يقول انا هنا. لا، سيكو هو براند محترم عايز يعمل حاجة قيمة وعايز يقدم حاجة ليها اسم وتاريخ. ولو انت شايف ان براند سيكو ناقصه شوية حاجات، فبراند سيكو بيعوض الهيبة بتاعته في الحرفية بتاعت التصنيع بتاعت الساعات بتاعته بدقة عالية جدا. يعني مثلا تعال نتكلم على شركة اوميجا ان هي بتتباهى بالكو اكسيال اسكيبمنت او الكو اكسيال ماستر. نيجي بقى لبراند سيكو، هنا بيرد بالحركة بتاعت السبرينج درايف، ونتيجة السبرينج درايف دي هي حركة سلسة جدا للعقارب بتاعت الساعات، وبل ممكن تفوق الساعات السويسرية. نيجي لمثال تاني لرولكس، عندها المتانة عالية جدا زي في ساعة ديب سي
ولكن لو جينا لسيكو هنلاقي عندها موديلات زي الاس كي اكس والمارين ماستر، وكمان حتى فريق جيمس كاميرون اللي نزل اعماق المحيط بساعات السيكو. وفي الاخر نقدر نقول اصلا ان السيكو هي قيمه مقابل سعر، يعني تقدر تشتري كوليكشن كامل من ساعات سيكو بثمن ساعه واحده من ساعه رولكس. تعال اقول لك على شويه نماذج لساعات السيكو الجامده جدا. عندنا مثلا ساعه الجراند سيكو سنو فليك مصنوعه من التيتانيوم والموفمنت سبرينج درايف، والباور ريزيرف 72 ساعه، سعرها حوالي بيبدا من $5000 مقارنه لرولكس دي جوست تبدا من 8000 ل $10000. تاني ساعه معانا سيكو بروسبكس دايفر مستوحاه من الساعه الاصليه اللي هي سيكو دايفر سنه 1965، مقاومه للميه لغايه 200 متر، اوتوماتيك، والباور ريزيرف بتاعها لغايه 70 ساعه، وسعرها حوالي $1200. تالت ساعه معانا من نفس البراند سيكو 5 سبورتس، الساعه دي اوتوماتيك وسعرها $300 تقريبا. تعال بقى نعمل مقارنه سريعه ما بين الثلاث شركات سيكو، رولكس، واوميجا. براند سيكو تاسس سنه 1881 ورولكس 1905، اوميجا 1848. اقدمهم اوميجا. التصنيع الداخلي سيكو تصنيع داخلي كلي، رولكس اغلبه، اوميجا جزئي. ارخص رينج في البراندات دي كلها عندنا سيكو بتبدا من $300، رولكس بتبدا من $6000، اوميجا بتبدا من $3000. واقصى دقه بالنسبه لسيكو ثانيه في اليوم، وبالنسبه لرولكس ثانيتين في اليوم، وبالنسبه لاوميجا ثانيتين او 3 ثواني في اليوم. تعال نسال سؤال برضو مهم، ليه بقى سيكو هو الاختيار الذكي في 2025؟ ببساطه لان سعره معقول ومش غالي زي البراندات التانية، وبتكون لابس حاجه تبان ان هي لاتشري. براند ليه تاريخ ومع ذلك لسه يبان انه براند عصري، وتحس ان كده براند سيكو عنده روح التمرد. ولو بصينا على سيكو كويس هنلاقي ان سيكو عنده شويه حاجات جامده لو حطيتها في الكوليكشن بتاعك. يعني ببساطه نقدر نقول ان السيكو هو البراند الكلاسيك الفينتج، ان مهما بقيت مودرن او بقيت ماشي مع الترند، سيكو هيرجعك لريحه ام كلثوم، للحاجه القديمه، للزمن الجميل. فبراند سيكو هو بيحافظ على التراث مع الحداثه والمودرنيتي. في الاخر اقدر اقول لك ان ده رايي الشخصي بالنسبه لبراند سيكو، ولكن ممكن تبص على السوشيال ميديا والناس اللي متابعه الساعات ممكن تدخل على مواقع زي ريدت او اليوتيوب او مثلا جروبز على الفيسبوك للناس المهتمه بالساعات، وهتلاقي ازاي ان هم بيتكلموا على ساعات سيكو. ببساطه لان ممكن اقول لك ان براند سيكو هو مش بيبني شو اوف زي ما احنا قلنا، او مش عايز يقول انا هنا او انا موجود زي بقيه البراندات. هو براند بيعمل تاريخ وبيصنع عراقه، مع ذلك لسه ثابت في السوق وبيديك العصريه اللي انت محتاجها في وقتنا الحالي. في الاخر نقدر نسال سؤال، هل براند سيكو هو براند مظلوم ولا لا؟ يعني براند اندر ريتد، مش واخد حقه في السوق. للاسف براند سيكو مش واخد حقه زي بقيه البراندات، لان دلوقتي زي ما احنا قلنا الاسامي بتتربط بحاجات زي النجاح، زي ما قلنا ان رولكس بيربط نفسه بالنجاح، ولكن مش معنى الكلام ده ان براند سيكو بقى براند فاشل. فالناس الكوليكتورز اللي بيهتموا بالساعات هيكونوا فاهمين ان براند سيكو براند محترم، وزي ما احنا قلنا ان في كتير من الكوليكتورز هتلاقي عندهم قطعه او قطعتين او اكتر من ساعات السيكو. لو عمرك ما اديتش سيكو فرصه حاول تراجع نفسك تاني، وممكن تدي سيكو فرصه وتلبس سيكو الفتره الجايه. قولي بقى في اخر الفيديو ايه اكتر ساعه سيكو بتحبها، ولو ممكن تاخدها بدل ساعه رولكس ممكن تختار سيكو ايه. لو الفيديو عجبك دوس سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناه ويجيلك كل الفيديوهات الجديده، ودايما افتكر البس اللي انت بتحبه ومقتنع بيه مش اللي الناس بتقولك عليه. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.